بنكمل حكايتنا من بعد الجزء اللي فات. بعد ما هجم قطاع الطرق على الأميرة يونا، فقرر التنين كيجا والأسطورة هاك إن هما ينقذوا الأميرة من العصابة. فبتبدأ معركة خطيرة جدا بين الاتنين. الواد بيبدأ يقتل فيهم واحد واحد، عمال يطير فيهم حرفيا ويعورهم. هاك هو كمان بيتحمس منه وبيقوله مش هسيبك تاخد المتعة كلها لوحدك. بيفك سلاحه هو كمان وبينزل ضرب فيهم وبيطيرهم كلهم ومحدش بيكون قادر يقف قصاده. الاتنين بيقفوا في ظهر بعض وبيكونوا خلصوا عليهم في ثواني. بس واحد من قطاع الطريق بيكون وصل لمكان الأميرة وهيمسكها، بس فجأة بيلاقي هجمتين مرعبين جم في كتفه. الواد بيقع في الأرض وبعدها الاتنين بيطمنوا على الأميرة وبيمسكوها. في الوقت ده كيجا بيتعب جدا لأنه بيكون أول مرة يستخدم قوته من زمان، وهاك هو كمان بيكون مصاب فبيغمى عليه. كيجا بيكون مصدوم وبيقول هو مات ولا ايه أخيرا، فيونا بتضربه على راسه وبتقول له لا ده بس مصاب وجروحه لسه ما خفتش، هو حارب معاك على الرغم من الإصابة القوية اللي عنده. فكيجا بيتصدم وبيفهم كل حاجة وعارف إن الشخص ده عمل كتير علشان يحمي الملكة بتاعته. بعدها بيشيله وبيقول يلا هنكمل طريقنا، وبيكملوا ماشي لحد ما بيجي عليهم الليل، وبيقعدوا شوية علشان يستريحوا في مكان هادي وبعد كده بيناموا. وفي الوقت ده بنشوف كيجا وهو نايم وبيصحى بالليل، بيلاقي قدامه الأميرة يونا عمالة تتدرب وبتسحب القوس بتاعها بكل غضب. فبيقوم كيجا علشان يجري عليها، بس فجأة بيجي هاك على طول ويمنعه وبيقول له ما تحاولش تمنعها او تروح عندها، لان الأميرة جواها غضب يكفي الدنيا كلها، وبتحاول تخرج كل الغضب والطاقة اللي جواها دي على شكل التدريب ده. وبيبدأ يحكي له قصتها وبيقول له ان ابوها اتقتل واتنفت من القلعة بتاعتهم والحكم اللي هم كانوا ماسكينه بسبب الشخص اللي كانت بتحبه منذ الطفولة. وبيقول له ان الأميرة من زمان ما كانش ليها اي علاقة بالأسلحة وابوها كان مانعها من كده، بس انا عرضت كلام الملك وسبتها تتدرب وعلمتها علشان تقدر تخرج غضبها وتحمي نفسها. فكيجا لما بيسمع قصتها بيتأثر بيها جدا وبيزعل على الملكة الجديدة بتاعته، وبيقسم ان هو لازم يحميها لحد اخر يوم وينتقم لها كمان. وبيكون حرفيا منهار بسبب يونا، وخلاص اكد ان هو هيخلص على اللي عمل فيها كده. وبعدها بيجي الصبح وبيكملوا مشوارهم وبيوصلوا للمكان اللي هم كانوا عايزين يروحوا له. بيروحوا عند الجبل اللي فيه التنين سيريو، بيدخلوا القلعة بتاعته علشان يقابلوه. بيحسوا بحاجة غريبة جدا، بيكون فيه هدوء مبالغ فيه جدا جوه القصر بتاعه، والمكان كأنه مفيش حد. وفجأة بيطلع قدامهم ناس كتير وبيسألوهم ايه اللي جابكم هنا وانتوا مين بالظبط. فكيجا بيتكلم معاهم وبيقول لهم انا جيت هنا لسيريو وهو تنين زيه، بس بيتصدم لما بيردوا عليه السكان هنا وبيقولوا له ان مفيش حد هنا بالاسم ده، يعني مفيش سيريو. بيقول لهم لا، الشخص اللي عنده قوة التنين. فبيردوا عليه ويقولوا له مفيش حد هنا بالقوة ولا الاسم ده برضه ومش موجود، فامشي من هنا علشان ما يحصلكش مشاكل. فالأميرة يونا في الوقت ده بتتدخل في الكلام وبتقول لهم احنا اسفين ان احنا جينا الزيارة دي بشكل مفاجئ، احنا بس كنا جايين ندور على شخص وباين ان الشخص ده مش موجود، بس انا بتأسف لكم جدا علشان احنا مشينا طريق طويل لحد ما وصلنا هنا، فياريت تسمحوا لنا نقعد النهارده عندكم. فالراجل اللي هو زعيم الناس دي بيفكر كده وبيقول لهم مفيش مشكلة، بس احنا ناس فقراء جدا وعلى قد حالنا ومش هنقدر نقدم لكم اي حاجة نضيفكم بيها، ومع ذلك مفيش مشكلة، تعالوا الطريق من هنا. فبيمشوا معاه وبيبداوا يسألوه عن الأقنعة الغريبة اللي هم لابسينها. فبيقول لهم ان ده تقليد عندنا او في القبيلة بتاعتنا، واي حد مش متجوز مش مسموح له ان هو يخلع القناع ده، يعني اللي خلعوه هم المتجوزين بس. فبيقولوا له ده تقليد غريب جدا بس تمام. بعدها بيوصلهم للمكان اللي هيناموا فيه، والراجل بيقول لهم ناموا هنا، وبيكون شكله غريب جدا، وبيقول لهم ما تتحركوش من مكانكم لان دي متاهة كبيرة جدا، لو دخلتوا فيها ممكن ما تطلعوش، فعلشان كده انا مش مسؤول لو حصل لكم اي حاجة. بعدها الراجل بيسيبهم وبيمشي، وبيقوم كيجا التنين في الوقت ده يتكلم معاهم ويقول لهم انا مش مصدق الراجل ده، انا متأكد بنسبة 100% ان سيريو موجود هنا اللي هو التنين التاني. فالأميرة يونا بتطمنه بتقول له ما تقلقش، احنا مش بنكدبك، انا كمان مصدقاك، علشان كده انا طلبت منهم يخلونا نقعد هنا، ودلوقتي هنقدر ندور عليه بهدوء من غير ما تحصل اي مشاكل ما بيننا وما بين السكان دول. وفعلا بيتحمس الفريق هنا علشان يدوروا على سيريو، وبيبداوا يدوروا عليه في المتاهة الخطيرة جدا دي، ولكن في النهاية بيوصلوا عند طريق مسدود وبيفقدوا الامل حرفيا في انهم يلاقوه. بيقولوا في نفسهم احنا لازم ندور في طريق تاني، وبيقوموا يمشوا فعلا، لكن فجأة الأميرة يونا بتسمع صوت جاي من وراها، فبتروح عند الصوت ده اللي موجود في الحائط وبيفتح لها باب سري، وبتلاقي فجأة سنجاب قدامها. بتدخل ورا السنجاب علشان تطلع تجري عليه، لكن فجأة الباب بيتقفل عليها وهي بتنفصل عن المجموعة بتاعتها، فبتوه في المكان ده وبتلاقي نفسها مش عارفة هي رايحة على فين. وفجأة الأنوار كلها بتتطفى والأميرة ما بتكونش شايفة أي حاجة، فبتقلق وبتكون خايفة جدا ومش عارفة تتصرف ازاي. بس بتحصل المفاجأة لما بيجي لها واحد من الأهالي معاه شمعة منورة وبيقول لها تعالي معايا، أنا هوصلك
للطريق الصحيح وبتكون قلقانه منه جدا، بس ما بيكونش عندها اي حل غير انها تمشي معاه. بيمشي شويه ويونا بتبدا تلاحظ ان هو وداها من طريق غير الطريق اللي هي كانت جايه منه، فبتقف فجاه وبتقول له انا ما جيتش من هنا، انت رايح بينا على فين؟ ففي وقتها الراجل بيبص لها بصه مرعبه وبيكشف عن نواياه الحقيقيه وبيمسك ايديها غصب عنها وبيشدها. الاميره بتخاف وبتبدا تصرخ باعلى صوتها، بس ما بيكونش فيه اي حد موجود علشان ينجدها منه. وفجاه بيظهر شخص تاني بيكون لابس قناع وبيكون متعصب جدا من الراجل ده وبينقذ يونا في اخر لحظه من الراجل. والراجل اول ما بيشوف الشخص ده بيترعب منه حرفيا وبيسيبه ويطلع يجري. وفي ناحيه تانيه من المتاهه بنلاقي هاك ويون وكيجا بيدوروا على الاميره ومش لاقيينها ولا لاقيين مكان ليها ولا اثر. كلهم بيكونوا قلقانين على الاميره لا يكون حصل لها حاجه. وكيجا في الوقت ده بيقول ده بيقرب، سيريو التنين بيقرب مننا. بيبص بيلاقي الاميره ظهرت قدامه وكلهم بيشوفوها بيطلعوا يجروا عليها وبيكونوا فرحانين جدا ان هي رجعت لهم بسلام. بيطمنوا عليها وبيقولوا لها انت رحت فين؟ انت مش عارفه ان احنا هنقلق عليكي جدا لما تسيبينا وتمشي لوحدك؟ يونا بتحكي لهم على اللي حصل وبتقول لهم ان لولا الشخص اللي لابس القناع ده اللي ساعدني على اني يتم انقاذي من الشخص اللي كان واخدني كنت هموت فعلا. كيجا اول ما بيشوف الشاب اللي لابس القناع ده بيتصدم منه وبيطلع يجري عليه، لكن الواد بيطلع يجري وبيهرب منهم. هاك والمجموعه بيسالوا كيجا وبيقولوا له انت ليه اتخضيت اول ما شفته كده؟ فبيقول لهم ده هو سيريو التنين التاني اللي احنا جايين كل الطريق الطويل ده علشان نقابله. بيتصدموا بيكونوا مستغربين جدا هو ليه هرب اول ما شافهم. المجموعه بتستغرب من سيريو جدا هو ازاي هرب لما قابل تنين زيه. بنروح لسيريو التنين لما بنلاقيه قاعد في مكان مظلم جدا وبيبدا يفتكر وبنعرف هو ليه دلوقتي هرب منهم اول ما قابلهم. افتكر في الوقت ده لما كان صغير لما ما كانش فيه اي حد من الاطفال اللي زيه وفي سنه كانوا راضيين يصاحبوه ابدا وكلهم كانوا بيهربوا منه. فبيروح سيريو الطفل في الوقت ده لابوه وبيساله ليه كل الناس اللي بتقابلنا بتخاف مننا وكل الاطفال بتخاف مني ومش عايزه تصاحبني؟ الواد بيقول لابوه انت المفروض كنت سيريو اللي قبلي او التنين في الاول، ليه ما عندكش اصحاب وليه كلهم بيخافوا منك؟ ففي وقتها ابوه بيتعصب منه جدا وبيمسكه وبيقول له كل الناس مفكره ان قوتك ملعونه، وبيقول له ان الكل فاكر ان كل الناس لما تبص في عينك هيموتوا وقلبهم هيقف وما بيكونوش عارفين ان انت بس هتتحكم فيها. بيقول له قوتك يا سيريو موجوده في عينك لانك بتشوف لمسافات بعيده وبتقدر توقف قلب اي حد هيهاجمك، فبالنسبه لهم قوتك دي تعتبر لعنه فما تستخدمش قوتك دي مهما حصل. فسيريو الصغير بيقول له تمام. وبعدها سيريو بيبص من النافذه بتاعتهم بيلاقي قطاع الطرق جايين عليهم، فبيروح يقول لابوه وابوه بيقول له اجهز بقى علشان هنروح نوقفهم دلوقتي. وفعلا سيريو وابوه بياخدوا بعضهم ويروحوا هناك والاب بيبدا يقتل فيهم واحد واحد بس ما بيستخدمش قوته الحقيقيه، بيفضل يحاربهم بالسيف لحد ما بيخلص عليهم كلهم. فسيريو الصغير بيسال ابوه بيقول له انت ليه ما استخدمتش قوتك الحقيقيه وخلصت عليهم مره واحده؟ فبيتعصب عليه ابوه جدا وبيكون رايح عليه وعايز يمسك رقبته ويخنقه. بيقول له ما تستخدمش قوتك دي مهما حصل، انت يا سيريو لحد النهارده عمرك ما استخدمت قوتك وشوف الاهالي بيعاملوك بعنصريه ازاي وعايزين حتى يموتوك، فما بالك لو قتلت حد بيها هتكون ايه كميه الرعب اللي هتكون في الناس لما يشوفوا ده؟ ابوه بيكون خايف عليه علشان الناس ممكن تضايقه اكتر لما يستخدم قوته. فالواد بيبدا يتفهم الامر ده اكتر واكتر وبيقول له تمام مفيش مشكله. وبعد فتره ابو سيريو بيموت اللي كان بيحاول يحميه من انه يستخدم قوته لحد اخر يوم في عمره. وسيريو بعدها بيفضل لوحده وبيكون طفل وحيد مش لاقي حد يتكلم معاه وبيكون في وحده شديده جدا. وفي يوم لوحده كده بيشوف ناس كتيره جايين يهجموا على القريه بتاعته فبيكون في مشكله كبيره جدا. بيقول لو فضلت هنا ما وقفتهمش هيدخلوا على القريه ويأذوا الناس ويقتلوا كل اللي فيها، فانا لازم دلوقتي اروح اوقفهم قبل ما يموتوا كل اللي في القريه. ومع ذلك بيكون في مشكله انه لو استخدم قوته كده هيكون كسر قوانين ابوه، ومع ذلك بيروح عليهم وبيستخدم قوته لاول مره وبيخلص عليهم كلهم. محدش قدر من الجيش ده ان هو يقف قصاده ابدا قصاد الطفل الصغير ده. بس كانت هنا المفاجاه انه كان في 3 من سكان القريه كانوا بيشوفوا المنظر المرعب اللي حصل، ومع ان الولد الصغير سيريو انقذهم الا انهم اخدوه حبسوه في الكهف اللي هو عايش فيه لحد النهارده، ولحد النهارده محبوس. وسيريو مع مرور الوقت اتعود على حياته دي وفقد ثقته في الناس كلها وما بقاش قادر يتعامل مع البشر اصلا، فعلشان كده لما شاف المجموعه بتاع هاك والاميره هرب منهم على طول. وهنا بنرجع للاميره ومجموعه هاك واللي بيكونوا مستغربين جدا وبيسالوا كيجا التنين التاني وبيقولوا له هو ليه هرب اول ما شافنا؟
احنا القرية دي مختلفة جدا عن القرية بتاعتك، لان احنا زي ما احنا شايفينهم دلوقتي باين عليهم ما بيحترموش قوة التنين زي ما بيحترموها في قريتك يا كيجا. فبيبداوا يفهموا فعلا ان القوة دي بالنسبة للقرية دي تعتبر لعنة، وشكلهم اضطهدوا كيجا واعتبروه فعليا شخص ملعون، علشان كده هو محبوس. فبيقولوا احنا لازم نروح ونساعده ونطلعه من اللي هو عايش فيه، وفعلا بيتجهزوا علشان ياخدوا نفسهم ويروحوا ينقذوه. اما هاك هيفضل مكانه، وده علشان يقدر يحمي المجموعة اللي رايحة تدور على سيريو ويحمي ظهرهم، علشان لو سكان القرية قرروا ان هم يهجموا عليهم او يخلصوا عليهم. وفي الوقت ده هاك ما بيكونش قادر يسيب الاميرة لوحدها تروح، بس ما بيكونش فيه اي قرار تاني غير كده. بيقول لها انا عايز افضل معاكي علشان احميكي، بس ما فيش اي خيار تاني. فبيقرب منها وبيقربها جدا ليه وبيقول لها خلي بالك من نفسك علشان انا مش هسامحك لو حصل فيكي اي حاجة. فالاميرة بتطمنه جدا وبتقول له ان هي هترجع له بسلام، وبعدها بتمشي وبتروح للمكان اللي هي دخلت منه وقابلت فيه سيريو. فبيفتحوا الباب السري وبيتجهوا نحو الطريق اللي قابلت فيه سيريو لاول مرة. بس فجأة كيجا بيحس ان في ناس بتراقبهم في الكهف، فبيقول للاميرة ادخلي انت ويون وانا هستنى هنا، وده طبعا علشان يخلص عليهم ويرجع لهم. وفعلا بيسيبوه وبيدخلوا، وسيريو في الوقت ده بيحس بيهم وبيعرف ان هم جايين عنده دلوقتي، فبيتعصب جدا وبيقول طالما هم عايزين يقابلوني للدرجة دي فلازم اخلص عليهم. وفي الوقت ده الاميرة ويون بيوصلوا عنده، وسيريو اول ما بيشوفهم بيتعصب جدا. بس لما بيقابل يونا اللي هي المفروض الملكة بتاعته بيسمع صوت داخله بيكلمه وبيقول له ان مهمة التنانين هي حماية الملك اللي هو قدامه دلوقتي اللي هي يونا. الصوت بيقول له لازم تكون قد المسؤولية، وبيحصل فيه نفس اللي حصل للتنين كيجا اللي بيحميها دلوقتي، دمه بيبدأ يغلي وقوته بتبدأ ترفع وتزيد. سيريو لما بيحس بكل التغيرات الغريبة دي لما بيقابل يونا بيسأل يونا وبيقول لها انت مين؟ فالأميرة بتقول له انا يونا، عايزاك تيجي معانا وتساعدنا بقوتك، وعايزاك تنضم لمجموعتي وتحمينا. فسيريو بيتعصب جدا من كلامها وبيشاور بالسيف على وشها وبيقول لها لا، قوتي ديت ملعونة، انا ما ينفعش استخدمها مهما حصل، وطالما انتوا عرفتوا بقوتي دي فلازم اقتلكم دلوقتي. وبيكون عايز يقتلهم فعلا، وبيمسك الأميرة يونا من هدومها بيحاول يقتلها بس مش قادر، وايده بترتعش وجسمه كله رافض ان هو يقتلها. فعلا بيحس ان كأن في حد بيتحكم فيه وما بيقدرش يقتلها، وبيقول للأميرة يونا يلا امشي من هنا، واحد ملعون زي بقوتي ديت مش هيفيدك بأي حاجة. الأميرة اول ما بتسمع كلامه بتقول له انا مش هجبرك على حاجة، بس انا عايز اقولك على حاجة، انت شخص كويس وانا مش هيفرق معايا اذا كانت قوتك دي ملعونة ولا لا. وبعدها بتسيبه وتمشي علشان هو ما وافقش بإرادته ان هو ينضم معاها ويحميها. ودي هي فعلا الحاجة اللي بتعملها يونا، بتدور على التنانين ولكن مش بتجبرهم زي ما غريزتهم بتجبرهم ان هم يحموها. بعد ما بتمشي يونا بتكون زعلانة جدا على حالة سيريو، وزعلانة ازاي هو شخص وحيد وما عندوش صحاب ولا اصدقاء وعايش دايما في وحدة وعزلة ومعتبر نفسه شخص ملعون. بتقول ان هي كان نفسها تساعده بأي طريقة بس هي مش لاقية حل علشان تساعده بيه. وفي الوقت ده الأميرة بتوصل عند كيجا وبتلاقي ان كل الاهالي لابسين الأقنعة ومعاهم أسلحة وعايزين يتجمعوا عليه علشان يقتلوه. الاهالي بتقول ليونا وكيجا طالما انتم عرفتوا بوجوده فاحنا لازم نقتلكم، وبيقولوا لهم كمان ان الشخص اللي جوه ده ملعون ولازم اي شخص يعرف عن وجوده ان هو يموت. كيجا بيقول لهم ان اللعنة دي مجرد اختراع انتوا اللي اخترعتوه، سيريو يستحق العيش بطريقة افضل من اي شخص موجود فيكم هنا. واحد من الاهالي بيتعصب وبيهجم على كيجا، بس كيجا بيديله بوكس في وشه بيطيره. فالاهالي بتتعصب اكتر ولسه هيهجموا عليهم كلهم، بس فجأة بيحصل زلزال في الكهف، النفق بدأ ينهار عليهم كلهم. كيجا بيترعب دلوقتي لما بيلاقي ان الاميرة هتكون في خطر، فبيبدأ يحميها بجسمه وبيكون خايف لا يحصل لها حاجة. هاك هو كمان بيترعب لا يكون حصل حاجة للاميرة وما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي. بيطلع يجري على الصوت بس فجأة بيلاقي ان النفق اتسد قدامه، فبيقلق على يونا اكتر وبيكون خايف ومرعوب لا يكون حصل لها اي حاجة. فبيفضل يحفر في الصخر اللي قدامه زي الوحش وبيكون متعصب جدا وقلقان، وبيقول انا مش هسمح ومستحيل ان هي تموت او يحصل لها حاجة، وبيتمنى ان هي تكون بخير في الكارثة اللي حصلت دي. وبنرجع دلوقتي للأميرة يونا وكيجا بيكون قدر ان هو يحميها وما بيكونش حصل لها اي حاجة، بس المشكلة انه اتبنى سد قدامهم هم كمان ومش هيعرفوا يخرجوا من هنا. يوم بيكون مرعوب جدا وبيقول لهم لو احنا فضلنا محبوسين في المكان ده لفترة طويلة فالاكسجين هيخلص وهنموت كلنا. بس الأميرة في الوقت ده بتطمنه وبتقول له ما تقلقش، اكيد هنلاقي ان شاء الله حل وهنقدر نخرج من هنا. بس وهم بيتكلموا بيلاقوا سيريو التنين فجأة داخل عليهم. واحد من الاهالي بيترعب من وجوده لما بيلاقيه جاي عليه فبيزقه، ولما بيعمل كده بيطير القناع اللي كان على وشه. والاهالي بتشوفوا وش سيريو لاول مرة وبيكونوا مرعوبين لانهم في اعتقادهم ان هم اول ما هيشوفوه فاكيد خلاص كده هم اتحكم عليهم بالموت.
بس بيتصدموا ان هما ما بيحصل لهمش اي حاجة لما بصوا في عينه، لان اللعنة بتقول ان اي شخص هيبص في عينه فهيموت وقلبه هيقف. سيريو لما بيشوفهم قلقانين منه ومن عينه فبيغمض عينه وبيلبس القناع تاني، وده علشان يطمنهم كلهم. فبيسألوه هو ليه جاي هنا، بس سيريو ما بيردش عليهم وبيمسك الفاس اللي كان في الارض وبيروح للجدار وبيبدأ يضرب فيه. كيجا بيقول له انت بتحفر فين؟ السد المفروض في الناحية التانية. فسيريو بيقول له ان الجدار ده صغير ولو حفرنا فيه هنقدر نطلع من الكهف، اما بالنسبة للسد فاحنا هناخد وقت في تكسيره ومش هنقدر نطلع. ففي وقتها كلهم بيفهموا كلامه وبيعرفوا ان هو جاي علشان يساعدهم، وبيبدأوا كلهم علشان يحفروا معاه، والكل بيكون مستغرب منه جدا. بس بعد شوية الأميرة يونا بتتعب وما بتقدرش تكمل وبيغمى عليها وبتسقط على الأرض، بس سيريو بيمسكها وبيشيلها بيوديها على أوضته علشان تقدر تتنفس هناك بشكل مناسب. بيوديها هناك والأميرة بتصحى وبترجع تمام تاني، بس لما بتفوق بتتكلم على طول مع سيريو وبتقول له شكرا، أنا مش هنسى الحاجة اللي أنت عملتها علشاننا. وبتبدأ تشرح له إن هي مش عايزة تسيبه في الكهف ده مسكون لوحده، وبتقول له أنا عايزة أنقذك من المكان ده، فبطلب منك إن أنت تيجي معانا، إحنا كلنا هنكون زي أهلك، بس أنا في نفس الوقت مش عايزة أجبرك على حاجة، فالقرار هيكون قرارك أنت يا سيريو، لو حبيت تنضم لينا في أي وقت فالباب مفتوح. فسيريو بيتأثر من كلامها وبيفهم إن هي عايزة تساعده فعلا، ودي بتكون أول شخص تقابله وبتكون عايزة تساعده مش خايفة من لعنته. بعدها بيرجعوا مع بعض تاني وبيكملوا حفر، بس وهم شغالين بيلاقوا الجدار بدأ يتكسر قصادهم، وبيكتشفوا إن في واحد في الناحية التانية عمال يكسر هو كمان، وبيطلع الشخص ده هو هاك الأسطورة. الكل بيستغرب من قوته المرعبة ديت وإزاي قدر يعمل كل ده لوحده. وأول ما هاك بيشوف الأميرة بيطلع يجري عليها ويحضنها وبيكون فرحان إن هي الحمد لله بخير. كلهم كانوا في قمة السعادة وهاك بيكون مبسوط جدا إن هي بخير. وبعد ما بيخرجوا من النفق خلاص بتقف الأميرة واللي معاها قدام سيريو. هاك واللي معاها بيقولوا لها إحنا خلاص كده هنسيب سيريو ونمشي، يعني هنتخلى عنه وهنتخلى عن الشخص اللي كنا جايين عشانه بالسهولة دي. فبتقول لهم لا، أنا طلبت منه وهروح أطلب منه للمرة الأخيرة علشان أخد قرار منه إذا كان عايز يجي معانا ولا لا. فبتروح له الأميرة فعلا وبتمد له إيديها وبتقول له أنا حاسة بيك وعارفة كل المعاناة اللي أنت مريت بيها، وبتطلب منه إن هو يجي معاها للمرة الأخيرة، وبتقول له تعالى لأني مستحيل أسيبك تعيش الحياة الصعبة دي وتعيش في الظلم والقهر اللي أنت عشت فيه طول حياتك. بتقول له تعالى انضم لينا يا سيريو، وبتقول له على فكرة أنت عينك جميلة جدا، حاول ما تلبسش القناع ده تاني لأنه بيخبي جمال عيونك. فلما سيريو بيسمع الكلام ده منها بيبكي حرفيا وبيتأثر جدا، وبيكون خلاص عرف ان الشخصية دي هي اللي هتنجده وهتنقذه من الوحدة بتاعته. فبيسلم عليها وبيوافق ان هو يروح معاها. ففرقة يونا بيروحوا عندها وبيكونوا مبسوطين جدا ان سيريو قدر ينضم ليهم اخيرا. بس قبل ما يمشي سيريو بيروح يقف كده قدام اهل القرية اللي هم كانوا ظالمينه حرفيا وبيودعهم وبيقول لهم ان هو مسامحهم على كل اللي حصل منهم ناحيته، وبعدها بيسيبهم ويمشي بدون اي رد فعل. وبيكملوا في رحلتهم اخيرا علشان يجمعوا التنانين الباقيه. بيبصوا لكيجا وبيقولوا له يلا حدد مكان التنين التاني لاننا عارفين ان هو الوحيد اللي يقدر يشعر بيهم ويلاقيهم. بس فجأة كيجا ما بيكونش قادر يعمل كده وبيقع من التعب، فبياخدوه في الغابة علشان يريحوه. وبيقرروا ان هم هياخدوا راحة النهاردة وبكرة هيكملوا الرحلة بتاعتهم. وبيجي الليل وكلهم بيناموا وبيرتاحوا، بس الأميرة يونا بتصحى وبتروح على النهر علشان تشرب، بس بتحس بوجود هاك وهو بيراقبها. فبتقول له انت هتفضل مستخبي وتحميني لحد امتى؟ فبيدخل عليها وبيقول لها لحد اخر لحظة في عمري انا مش هسمح يحصل لك اي حاجة تانية يا يونا. لما السد وقع وحسيت ان حصل لك حاجة انا ما كنتش قادر استحمل، كنت بدعي ربنا علشان تكوني سليمة وما يحصلكيش اي حاجة، وبدأت اتخيل حياتي من غيرك ما كنتش متخيل فعلا ايه كمية الدمار اللي هتكون في حياتي. فبيركع قدامها وبيقول لها صدقيني انا مستحيل اسيبك تمشي لوحدك مهما حصل، ومستحيل ابعد عنك. فيونا هنا بتتأثر بكلامه وبتبدأ عينيها تدمع، وكانت في قمة السعادة بسبب كلام هاك. وبيجي تاني يوم بقى وبيحددوا مكان التنين اللي هيروحوا له اخيرا بعد ما كيجا صحي وقدر يحدد مكانه. اسم التنين بيكون جيها وبيكون موجود في منطقة بحرية. المنطقة دي بتكون بعيدة عنهم جدا الا انهم بيعرفوا الطريق وبيبدأوا في رحلتهم علشان يوصلوا هناك. بس هم في الطريق بيلاقوا قرية مهجورة كده وبيكون كل سكانها فقراء جدا ومرميين في الشارع. بيكون كل السكان حرفيا ميتين من الجوع ومش لاقيين حاجة ياكلوها. المجموعة بتدخل القرية وبيروحوا لواحد من الاهالي وبيبدأوا يساعدوه يشربوه ويأكلوه علشان بيموت حرفيا. لما بيفوق الراجل ده بيسألوه ايه اللي عمل في القرية كده وايه اللي عمل في كل الناس دي كده. فبيقول لهم الراجل ان كل المعاناة اللي هم فيها دي بسبب الملك، لان طول عمر الملك ده بيخاف من الحروب، بس دايما القرية بتاعتهم والسكان هم بيكونوا الضحية دايما. بيقول لهم الملك ايل بتاعنا ده ملك فاسد،
من اول ما مسك الحكم وما عادش فيه اي امدادات بتيجي للقرية بتاعتنا، لدرجة ان احنا خسرنا كل حقوقنا وكلنا متنا خلاص وكلنا قربنا ننتهي، احنا مش مسامحينه طول حياتنا. الاميرة لما بتسمع الكلام ده بتتصدم، لان المفروض ان الملك كان ابوها. بتكون يونا مكسورة جدا هنا وخلاص على اخر تكة وتعيط، وبتمشي وبتمثل ان هي بخير، وبتقول للمجموعة اللي معاها خليكم هنا، انا هروح بس الحتة وجاية دلوقتي. بتروح الاميرة اللي بتمثل انها قوية في الوقت ده وبتقعد في مكان لوحدها وبتفضل تعيط وبتنهار حرفيا. ما بتكونش متحملة المنظر اللي شافته في القرية دي، ومش متحملة اللي حصل للناس دي، على الرغم من ان ابوها خلاص ما بقاش الملك والملك الجديد هو اللي تسبب في الكارثة دي، الا انها بتكون حاسة بمسؤولية مرعبة جدا هي لازم تعملها علشان تنقذ المملكة بتاعتها. هاك وباقي المجموعة بيكونوا حاسين بالاميرة بس ما بيقدروش يتكلموا قدامها ولا يقولوا اي حاجة. بعدها الاميرة بتجيلهم وبيكملوا في طريقهم تاني، وبعد عدة ايام اخيرا بيقدروا يوصلوا للقرية اللي جيها التنين الثالث موجود فيها. اما بالنسبة للتنين الاول والتاني كيجا وسيريو بيكونوا حاسين بوجوده فعلا، بس بيستغربوا ان سرعته رهيبة جدا وبيتحرك بسرعة كبيرة، وبيستغربوا بيقولوا هو بيتحرك بالسرعة دي ازاي، وكانوا دايخين منه حرفيا لانهم بيتتبعوه. بس وقتها هاك بيتكلم معاهم وبيقول لهم انا هدخل للقرية الاول اشوف الدنيا فيها عاملة ازاي وبعدها ارجع لكم واقول لكم الاخبار. بيقول للاميرة انا هروح الاول اشوف الدنيا امان، علشان لو في اي جنود من الملك سون الجديد ده اللي هو الملك الحقير اقول لنا او اخلص عليهم، بعد كده ندخل للقرية علشان يحمي الاميرة. فالاميرة يونا بتكون خايفة عليه جدا وبتمسكه وبتقول له ارجع لنا بسلام وخلي بالك من نفسك، وهو بيكون مكسوف منها. فهاك بيطبطب على راسها كده وبيطمنها وبيقول لها انا هكون بخير، وبعدها بيمشي وبيوصل للمدينة وبيبدأ يتمشى في شوارعها. بس بيلاحظ حاجة غريبة جدا في سكان القرية دي، الا وهي ان كل السكان حاسين بالخوف من حاجة وكئيبين بشكل كبير جدا. بس فجأة وهو ماشي بيشوف 2 من الجنود بيتحرشوا ببنت، فهاك بيفكر في يونا وما بيكونش عايز يتدخل علشان ما يلفتش الانتباه ليه بما انه مطلوب دلوقتي ولازم يتم قتله. بس للاسف ما بيقدرش يمنع نفسه وبيضطر يروح يساعدها. اول ما بيروح بيدي الواحد فيهم برجليه علشان يطيره، بيتفاجئ ان في واحد تاني معاه برضه عطل نفس الشخص برجليه والاتنين طيروه. الواد اللي جاي معاه ده ضرب الجندي التاني وطيره، وهاك حرفيا بيكون مصدوم من قوته الكبيره. الاتنين بيطمنوا على البنت وبياخدوها وبيهربوا على طول بسرعه. الواد اللي شعره اخضر ده اللي ظهر بيقول لهاك انك قوي جدا، انا هسيبك تحمي انت البنت دي. ولسه هاك هيقول له انا معرفش اي حاجه في القريه دي اصلا، وبيلاقيه اختفى من قدامه حرفيا وطار ورا المنازل او فوق السقف كده، وبيكون سريع جدا. وبنعرف دلوقتي ان الشخص ده هو جيها التنين الثالث، وبنعرف ليه سيريو وكيجا كانوا دايخين لانهم بيراقبوه كان بيتحرك بسرعه كبيره جدا. ده بيكون التنين الازرق وعنده قوه الطيران. بيروح الواد للسفينه اللي هو عايش فيها وبيقابل سته، ودي بتكون كابتن القراصنه اللي هو المفروض عضو من القراصنه دول. التنين بيقول لها ان هو حاسس بيهم وحاسس ان كيجا وسيريو جايين يدوروا عليه، فبتقول له انت ناوي تعمل ايه يا ابني؟ فبيقول لها بالتاكيد ههرب منهم. فسته بتقول له تمام مفيش مشكله. ومن ناحيه تانية هاك بيرجع تاني للمجموعه والاميره وبيقول لهم ان مفيش اي حد من اتباع سون في القريه دي، وبيقول لهم ان من بكره هنروح ندور على التنين الثالث جيها. وتاني يوم فعلا بيروحوا كلهم، بس وهم في طريقهم هاك بيفتكر ان هو ضرب جندي امبارح واكيد الجنود عرفوا شكله فهيعتبروه مجرم، فبيطلب من المجموعه ان هم يروحوا هم من طريق مختلف عن الطريق بتاعه علشان ما يعرضش المجموعه للخطر. ما بيكونوش فاهمين هو بيعمل كده ليه، بس بيوافقوا في الاخر على كلامه. وبعدها بيروح هاك للمدينه وبيقابل جيها تاني، واول ما بيقابل التنين الثالث اللي هو لسه ما يعرفش ان هو التنين اللي بيدور عليه بيمسكه وبيقول له يا محاسن الصدف اتقابلنا للمره الثانيه، وبيقول له تعالى معانا نفرح شويه، وبياخده وبيوديه الملهى ليلي وبيظبط عليه ويروق عليه يا جدعان. هاك ما بيكونش فاهم اي حاجه منه وبيقول له انت ليه جايبني هنا؟ فالواد بيقول له ان في ناس بتلاحقه اللي هم المفروض هاك والمجموعه بتاعته، وبيقول له ان هو مش عايزهم يلاقوه، بس المشكله ان انت قاعد معاهم اصلا يا ابن الغبيه. التنين بيقول له علشان كده انا عمال اهرب من مكان لمكان تاني علشان ما يقدروش يلاقوني. فهاك بيفهم كلامه وبيبدا يساله عن حل القريه دي وليه حاسس ان الناس اللي فيها كلهم خايفين من حاجه وكئيبين جدا والجو غريب. فبيقول له جيها ان ده بسبب شخص يدعى كوموجي، وده يعتبر اكبر مجرم في المنطقه واللي مسيطر على كل حاجه هنا، لدرجه ان كل جنود البلد والسلطات تحت امره في القريه دي. والشخص ده بيعمل اي حاجه وحشه يتوقعها هاك، بيقتل في الناس واي بنت بتعجبه بياخدها غصب عنها، ومفيش اي حد قادر يقف قصاده. علشان كده كل اهالي القريه عايشين في خوف ورعب منه، لانه ممكن بكل سهوله يعدي ويقتل اي شخص او ياخد اي بنت او يخطف اي حد.
وده بيكون من غير اي سبب ومن غير اي رحمه. فهاك لما بيسمع كلامه ما بيكونش مصدق ان في شخص فعلا ممكن يعمل كده، بس فجاه بيلاقي يون بينده عليه والاميره بتكون معاه. يون اول ما بيقابله بيقول له بقى علشان كده انت سبتنا وجيت علشان تلعب هنا مع البنات؟ عيب عليك يا جدع. هاك بيحاول يبرر موقفه انه ملوش دعوه ويوضح لهم الدنيا، بس للاسف مفيش حد بيصدقه. بيسالهم هاك هم جم هنا ليه؟ فيون بيقول له ان كيجا حس بوجود التنين في المكان ده، وبيتصدم لما بيقول له لما جينا المكان ده لقيناك انت اللي موجود مش حد تاني، اوعى تكون انت هو التنين بس مش قايل لنا. فبيقول له يا عم لا مش للدرجه دي، ده انا اقوى منهم حتى مش محتاج ان انا اكون واحد منهم. وبعدها بيمشوا مع بعض وبيقابل هاك البنت اللي ساعدها امبارح وانقذها من الجنود اللي كانوا بيتحرشوا بيها، فبيروح علشان يطمن عليها والبنت بتشكره جدا وبتطلب منه هو والمجموعه اللي معاه ان هم يروحوا معاها البيت علشان تتكلم معاهم اكتر. فبيروحوا معاها وبتحكي لهم على كل حاجه حصلت معاها وايه اللي بيحصل في القريه دي، بتقول لهم عن كوموجي واللي بيعمله هو وجنوده المجرمين في القريه دي وسكانها. فالاميره اول ما بتسمع الكلام ده بتكون عايزه تنقذهم وبتكون متاثره بحالتهم جدا وعايزه تقتل الشيطان اللي بيعمل فيهم كل الكوارث دي، بس المشكله ان ما بيكونش في ايديهم اي حاجه ومش قادرين يتصرفوا. وبنروح دلوقتي لليل لما بنلاقي سفينه شايله مجموعه من المخدرات والهيروين اللي بتكون تبع كوموجي. فالناس اللي على السفينه دي بتسال الكشافه بتاعهم وبيقولوا له باقي قد ايه علشان نوصل للمبنى بتاع القريه دي علشان نقدر نوزع البضاعه دي. فبيقول لهم الهيروين، فبيقولوا له يلا قول لنا. بس فجاه بيلاقوا الكشافه بتاعهم سقط وهو مربوط حرفيا بحبل من على المكان اللي كان واقف فيه، وبنلاقي ان جيها هو اللي عمل كده وبيتكلم معاهم وبيقول لهم مفاجاه، لسه في مفاجاه اكبر هتحصل لكم دلوقتي. بينزل التنين جيها عليهم وبيبدا يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيخلص عليهم، وبعد ما بيعمل كده بيولع في السفينه ويكسرها ويغرقها هي والبضاعه والمخدرات اللي كانت رايحه للقريه تفرقها. وبعد كده بيرجع لسفينتهم تاني وسته بتبدا تلاحظ ان هو في حاجه غريبه ومش على بعضه وايه اللي حصل له اليومين دول. فبتروح له وتبدا تتكلم معاه وتساله عن احواله وايه اللي فيه وايه اللي بيفكر فيه برضه. فبيقول لها انه من يوم ما كيجا وسيريو اللي هم التنين الاول والتاني جم للقريه وبيدوروا عليه، من يوم ما وصلوا هو حاسس بحاجه غريبه جدا، حاسس ان طاقتي بدات تزيد وجسمي حرارته بدات تزيد ومش عارف ايه اللي بيحصل لي. فبتقول له طيب انت مش عايز تقابلهم ليه؟ فبيقول لها لاني مش مهتم، هم عايشين طول حياتهم بيدوروا على الملك هيرو اللي هي يونا وده علشان يخدموه، بس دي بالنسبه لي حاجه ما تلزمنيش وانا مش عايز اخدمه. ايه الفايده من اني اسيب الناس اللي بحبهم والناس اللي انا اتربيت وعشت معاهم علشان اروح اعيش مع حد تاني؟ فسته بتفهم كلامه وبتقول له مفيش مشكله، اعمل الحاجه اللي انت عايزها، عايز تروح روح، عايز تقعد اقعد، بس في مشكله هنا، فاضل كام يوم وهنهجم على كوموجي ونخلص عليه وعلى اتباعه، بس انا مش هسمح ابدا لما يحصل كده ان اي واحد منكم يموت، فلازم نكون متاكدين قبل ما نهجم ونعمل اي حاجه من قوتنا 100%. وبتقول له لو كان فعلا التنانين اللي بيدوروا عليك اللي هم كيجا وسيريو فعلا اقوياء زيك يقدروا يساعدونا، فانا عايزاك تطلب منهم ان هم ييجوا ويساعدونا فعلا، وده طبعا علشان مصلحتنا. فجيها بيقول لها طيب لو جبتلك حد اقوى منهم كلهم هتعملي ايه؟ بتقول له اكيد حاجه كويسه. بيقول لها انا هجيب الشخص ده اللي هو قوي جدا واقوى منهم حتى وكمان شجاع وشخص مناسب للمهمه دي. فبتقول له طيب لو في واحد زي ده فعلا ليه هيوافق يساعدنا وهو بالقوه الكبيره دي؟ فبيقول لها ما تقلقيش انا هقدر اقنع الشخص ده بطريقتي الخاصه. وفي الوقت ده بنعرف ان هو كان يقصد هاك اللي قبله اللي هو كمان بيدور عليه ولسه ما يعرفش. فبنرجع في الوقت ده لهاك والاميره يونا والمجموعه وبيكونوا ماشيين في المدينه، وفي الوقت ده بيشوف الجنود بتهجم على احد بيوت الاهالي وعمالين الاهالي يصرخوا جوه والجنود عماله تضرب فيهم وتعذبهم. كيجا بيكون عايز يتدخل ويوقف المهزله دي بس هاك بيمنعه وبيقول له سيبني انا اللي هدخل اخلص عليه، لكن يون بيمنعهم هما الاثنين من ان هما يهجموا. بيقول لهم لو سببتوا اي مشكله دلوقتي فهنخسر كل اللي احنا وصلنا هنا عشانه، وسون هيعرف ان انتوا لسه موجودين في القريه دي، فما ينفعش نجذب الانتباه اكتر من كده. وفعلا بيسمعوا كلامه وبيخضعوا للامر ده في النهايه وبيمشوا من المكان وما بيقدروش يوقفوا المهزله دي. بس فجاه هاك بيتصدم وبيترعب وبيسيبهم وبيقول لهم اسبقوني انتوا وبيطلع يجري، وده لانه لقى صورته مرسومه مع الناس المجرمين ومطلوب القبض عليه حيا او ميتا، وده لانه الشخص الوحيد اللي عمل مشكله وضرب الجنود لما كان بيدافع على البنت، فصار مطلوب دلوقتي. جيها بيكون واقف قدام الصوره بتاعته وبيعرف ان هو مطلوب دلوقتي العداله وكان ميت من الضحك على شكل الصوره بتاعته. بس فجاه بيلاقي هاك ظهر وراه وبيكلمه وبيقول له انت بتضحك وفرحان كده ليه؟ انا عايزك تاخد بالك من حاجه، بص في الصوره اللي جنب صورتي كده. بيلاقي صورته مرسومه بشكل مضحك اكتر من هاك، فاول ما بيشوفها الواد بيتعصب وبيمسكها ويولع فيها حرفيا. بس وقتها بيفتكر التنين هنا ان هو كان عايز يقابل هاك اصلا، بيقول له انا كنت لسه هجيلك وهدور عليك بس انت اللي ظهرت قدامي. هاك بيسيبه وبيمشي وبيقول له لا يا عم انا مش ناوي اروح للمكان ده تاني، هو فاكر ان هو عايز ياخده عند الملهى الليلي. فالواد جيها بيطلع يجري عليه وبيمسك ايده وبيقول له انت فهمتني غلط، انا عايزك بس تقابل ستي. فالناس كلهم اللي حواليهم
بيفتكروا ان هو بيطلب ايده للجواز. هاك بيتصدم منه وبيقول له انت عبيط يا عم، ستك هتعوز مني انا ايه؟ بيسيبه وبيطلع يجري منه لانه بيحس انه بدا يطلب طلبات غريبه ومشكوك في امرها. بس جيها بيطلع يجري وراه وبيمسك فيه وبيحاول يوضح له موقفه وانه مش قصده حاجه، بس هاك بيدي له بنيه بتطيره وبيطلع يهرب منه. بس فجاه وهو بيجري بيلاقي الاميره والمجموعه بتاعته، بيسالها وبيقول لها ايه اللي جابكوا هنا، وبتقول له ان جيها حس بوجود التنين في المكان ده فعلشان كده جينا علشان نلاقيه، بس في كل مره بنحس بيه وبنيجي ندور عليه بنلاقيك انت، ايه الموضوع الغريب ده؟ فبعدها بياخدهم هاك عند صوره الواد اللي دايما بيقابله وبيحكي لهم على اللي حصل، اللي هو الواد اللي بداوا يشكوا ان هو التنين فعلا. بيقول لهم انا والواد المجرم ده انقذنا البنت من الجنود. فيونا بتقول له اكيد الواد ده شجاع زيك يا هاك، انا نفسي اقابله في يوم من الايام واشكره. وفجاه المجموعه بتسمع صوت حد بيعيط من البيت اللي كان الجنود هجموا عليه وبيكسروا فيه. الاميره ما بتقدرش تستحمل وبتطلع تجري وبتفتح باب البيت ده، واول ما بتدخل بتتصدم من المنظر، بتلاقي الاب والام شايلين الابن وهو مصاب ومش قادرين يتحركوا، عمالين بيعيطوا في الوقت ده. يوم بيروح يطمن عليه وبيشوف اذا كان الولد ده عايش ولا لا، بس للاسف المشكله ان الولد بيكون مات. وقتها الاب بيتعصب وبيبدا يشتم في الملك وبيقول لو كان الملك ده عنده ذره انسانيه وراجل فعلا كان وقف المجرم كوموجي وما كانش كل ده حصل، بس ده ملك خروف انا مستحيل اسامحه مهما حصل. فالاميره يونا بتكون مصدومه هي كمان وبتبدا تعيط، بتقسم ان هي هتنتقم من المجرم كوموجي ولازم تحرر القريه دي وتعدل كل الاخطاء اللي عملها الملك السابق ابوها او الملك الحالي. بعدها بنشوف جيها كان على سطح بيت غريب كده ولسه هيطير علشان يروح لمكانه والسفينه بتاعته، بس رجله بتتشنكل وبيقع على الارض، ويا دوبك بيفوق من التراب اللي هو فيه وبيفتح عينه بيلاقي التنين كيجا في وشه. وبس يا جدعان هنوقف هنا لحد النهارده في القصه الجامده دي، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه واستنوا الاجزاء الجديده من قصه يونا الاسطوريه. وبس سلام.